حالة من عدم التكافؤية ما بين ما كانت تملكه مصر من طيران، طبعا ندين للاتحاد السوفيتي طبعا كصديق في وقت العون رغم طرد الخبراء، وهذه قصة يطول شرحها، تأكيد على أن الحرب والانتصار سيكون مصريا 100%. لم يرد. أنا سألت بعض القادة العظام ما هذا؟ فالرئيس السادات هو ابن مصر أولا وأخيرا، وبعقلية المصري هو حاول التحدي، فحين يكون النصر لا يكون النصر بأيدي خبراء أجانب أيا ما كانوا هم، وإنما يكون أيضا بكل ما هو مصري. هذه أيضا ستحسب. ناهيكم عن أشياء كثيرة يمكن أن تقال، ولأول مرة سنجد أن المقاتل كفرد في مواجهة الدبابة وسام 7 وسام 6 والار بي جي، واحنا عارفين ان دي اول مره نجد المقاتل يتحدى الاله بمفرده، يمكنه ان يصنع المستحيل، وهذا ما ليس متوافرا. انا لا اريد ان اطيل، لكنني بمنظور المؤرخ حين اناقش الشباب انا اضع اكتوبر في ميزانها الذي تستحقه في اطار تقويمي على انها من المعارك التاريخيه الكبرى الفاصله في التاريخ، تفصل ما بعدها عما كان قبلها. شكرا جزيلا والسلام عليكم. شكرا جزيلا لحضرتك استاذنا الكبير والمؤرخ القدير دكتورنا خلف الميري.